تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل ذكره الله عز وجل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونوه الله عز وجل بذكرهم في الأمم السابقة مما كان يذكره أهل الأديان السابقة، ذكر فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء هؤلاء الأرجاس كما قال عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى: فضلت اليهود والنصارى الرافضة بخصلة. قيل وما هي؟ قال: سئلت اليهود من هم أفضل أناس ملتكم؟ فقالوا أتباع موسى. وسئلت النصارى من هم أفضل أناس ملتكم؟ فقالوا أتباع عيسى. وسئلت الرافضة من هم أسوأ أناس ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد. بهذا فضلتهم اليهود والنصارى بهذه الخصلة. فأولئك أثنوا على أتباع أنبيائهم وأثنوا على أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الأرجاس حفدت الفرس المجوس عبدة النار، فلما ثل الإسلام عروشهم وأناخ الصحابة رضي الله عنهم أنوفهم في التراب وقارعوهم بالرماح والسيوف والأسنة، فلم يجدوا بدا من أن تتناطح تلك القرون فأوعوها وأسقطوها. كادوا للإسلام بهذه المكيدة فأرادوا الدخول على الإسلام من جهة سور الإسلام، ألوا هم الصحابة فعمدوا إلى الطعن في هذا الدين، فتفطنوا أن الطعن في هذا الدين لا يقبل في أول الأمر، فعمدوا إلى هذه المكيدة ألا وهو الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم سور الإسلام، كما أن معاوية رضي الله عنه وسور الصحابة. فمن تجرأ على معاوية تجرأ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى الطعن في دين الله عز وجل.